مارفل والكوميكس وستانلي وأشياء أخرى. إلى كل محبي عوالم مارفل والكوميكس فانز، حكاية النهاردة تهمكم. أهلا بيكم في إيه الحكاية، وأنا يوسف عزت. هنتكلم النهاردة عن ستانلي وشركة مارفل وعن الكوميكس، إنهم التلاتة دول فعلا باكج واحد. قبل ما أبدأ الحكاية أعترف إني كنت ناوي أتكلم عن ستانلي مؤلف الكوميكس الشهير، هو صاحب سبايدر مان وهالك وفانتاستيك فور وأيرون مان والأفينجرز، فيديو بسيط 5 أو 7 دقايق، ولكني اكتشفت عالم كبير مليان بالأحداث المثيرة والعجيبة، يستاهل إنه يتحكي ويتعرف. ولو حد مش مهتم بستانلي ومارفل والكوميكس، نصيحتي كمل، لأن ستانلي ما كانش بس مؤلف كوميكس، ده كان انفلونسر بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأشطر واحد مر عليا قدر يخلق لنفسه قصة حتى لو بعض منها خيالي، ويأثر على ناس كتير على مدار 70 سنة تقريبا. والكوميكس بمراحلها المختلفة هي تاريخ للمجتمع الأمريكي وأحلامه وتقلباته. فيلا بينا نبدأ الحكاية. الكلام عن ستانلي مش سهل، مش تعقيد قصته وإسهاماته كتيرة، ومن قصته ثرية جدا وإبداعاته كتيرة، لكن الصعوبة في الفصل ما بين ما هو حقيقة وخيال في قصته. إن زي ما هو صنع عوالم خيالية كاملة في قصص مارفل المختلفة، فكان من الطبيعي إنه يرسم العالم بتاعه هو بطريقته. يمكن ناس تشوفه كذاب، بس في الحقيقة هو صنع العالم بتاعه، وكان حريص إنه يحكيه لنا زي بقية حكاياته في مارفل. على رأي حد من المعلقين، ستانلي شبه دكتور سترينج، يقدر بكلامه وسحره ينقلنا لعوالم مختلفة، ومهما كانت خيالية هنصدقها ونحبها. قبل ما ادخل القصة، هديكم مثل عشان تعيشوا معايا الشخصية. من الحكايات اللي كان بيحكيها دايما ستانلي، ان هو مراهق، كان جريدة نيويورك هيرالد تريبيون بتعمل مسابقة أسبوعية للشباب اللي بيحبوا الكتابة، إنهم يكتبوا قصة عن حدث حصل لهم مقابل جايزة مالية رمزية. حكاية ستانلي بتقول إنه اشترك فيها مرتين ورا بعض وكسبهم الاتنين، وإنه لما بعت المرة التالتة، محرر الجريدة طلب منه يدي فرصة لناس تانية. وطبعا القصة بطريقة وصوت ستانلي في حتة تانية خالص. بس لما بعض الصحفيين رجعوا لأرشيف الجورنان، اكتشفوا إن الكلام ده ما حصلش. فعلا هو مرة وصل للقمة القصيرة بس ما فش. ومثلا ستانلي في سنين كتيرة من عمره كان دايما لابس نظارة شمس، ولما كان اتسأل مرة في حوار تلفزيوني، قال إنه بيحب يلبس النظارات الشمسية من صغره، يمكن لأنها كانت القناع اللي بيستخدمه عشان يستخبى وراه، ودي إشارة لبطل المفضل سبايدر مان. في حين الحقيقة ببساطة إنه مع السن بقى عنده حساسية في عينيه، فكان لازم يفضل لابس دايما نظارة شمس. بس هو هنا حكالنا هو شايف إيه، حتى إسهاماته. ولا أقول لكم، تعالوا نحكي القصة من الأول، وهصور لكم عن النسق ده أكتر من مرة وأنا بحكي لكم. نبدأ القصة من أول ما اتولد ستانلي مارتن ليبر في 22 ديسمبر 1922 لأب وأم يهود رومانيين مهاجرين لأمريكا هربا من الاضطهاد في رومانيا. أبوه جاك ليبر كان بيشتغل خياط، وأمه كانت ست بيت عادية. مع وصول جاك ليبر لأمريكا وبدأ يشتغل، بدأت أحوالهم المادية تتحسن. ولكن على 1929 بدأت أزمة اقتصادية كبيرة في أمريكا، واللي بتسمى تاريخيا بالاجتهاد العظيم. حال جاك ليبر بيقف خالص، بينفصل من شغله زي ملايين تانيين من الأمريكان. بيجمع جاك ليبر كل ما تبقى معاه من فلوس، وفتح مطعم صغير، بس الحال برضه ما مشيش. وفضل ستانلي يحكي عن الفترة دي، وعن شكل أبوه وهو قاعد في البيت مش لاقي شغل ولا فلوس، وإزاي ده أثر في نظرته للحياة كلها. وهنكتشف مع مسيرة ستانلي إن فعلا أغلب قراراته وطريقة تفكيره كانت دايما تحت تأثير الذكرى دي. واضطرت العيلة تنقل لبيت أقل في 1930 مع وصول لاري ليبر أخو ستانلي الصغير، اللي العائلة اضطروا ينقلوا لمكان أقل كمان في المستوى. بطبيعة الحال، مع الأزمات الاقتصادية الخانقة، بقت الخناقات بين سيليا أم ستانلي وجاك ليبر الأب بتزيد. الأجواء دي ممكن تدمر الأطفال نفسيا، وخصوصا لو اقترن ده بالفقر وقلة الفرص. ولكن ستانلي الطفل هرب من كل ده لخياله وحبه للقراية. يمكن ما كانش شاطر في المدرسة، ده منطقي مع شخصيته الحالمة والمتمردة والسعي للشهرة. هو بيحكي عن نفسه، بيقول إنه كان بيقعد يتخيل نفسه مشهور دايما، وما كانش حلمه الأساسي يبقى كاتب. يمكن يكون كان واحد من أحلامه، فهو حلم يبقى محامي، ممثل، مندوب إعلانات. ومع ازدياد الضغط على عائلة ستانلي، كان ستانلي بيهرب أكتر
لعالم الخيال، كتب، راديو، سينما، وعجلته. ستانلي كان دايما بيحكي انه كان بيطلع يلف بعجلته في شوارع نيويورك، يتخيل نفسه فارس او واحد من النبلاء طالع في مهمة ما. وكان بيقول ان العجلة كانت بتديله شعور بالحرية والانطلاق والهروب من الواقع بتاعه. في المدرسة كان ستانلي عمل مع أصحابه زي جريدة المدرسة، وكان بيقول وقتها إنه عايز يبقى يكتب يوما ما أحسن قصة في التاريخ الأمريكي. ولكن الواقع في النهاية هو اللي بيطغى. بعد المدرسة ما كانش أهله معاهم فلوس عشان يخلوه يعرف يدخل الجامعة، فاشتغل ستانلي شغلات كتيرة عشان يقدر يصرف على نفسه وعيلته. اشتغل موظف في السينما، مندوب مبيعات للجرايد، عامل في مشغل هدوم. وهنا بتقرر الأقدار تدي ستانلي الفرصة اللي هتحوله من الشاب ستانلي الفقير الحالم إلى ستانلي المعروف. لأن في 1939 عمه بيجيب له شغلانة في دار نشر مجلات الكوميكس أو مجلات المصورة عند ناشر معروف جدا وقتها اسمه مارتن جودمان. وكانت دار النشر دي اسمها تايملي كوميكس، واللي هتبقى بعدين مارفل. دخل ستانلي دار النشر وما طلعش منها لحد ما مات. هي خلته ستانلي الشهير، هو خلاها مارفل بكل ما تعنيه من شخصيات ومجلات وافلام. سيب ستانلي في اولى خطواته على طريق المجد، وتعالوا نتكلم سريعا عن مجلات الكوميكس اللي هي المجلات المصوره. فكره القصص المصوره كانت موجوده في اغلب الجرايد الامريكيه من بدايه القرن العشرين. في اوائل الثلاثينات بدا بعض الناشرين التجرؤ انهم يجمعوا قصص مصوره من الجرايد ويجمعوها في مجله واحده لحد 1938. المؤرخين لتطور مجلات الكوميكس بيعتبروا ان من 1938 الى بدايه الخمسينات هو العصر الذهبي لمجلات الكوميكس في أمريكا، تحديدا من يونيو 1938 مع نزول العدد الأول من أكشن كوميكس، واللي كان فيها الظهور الأول لشخصية سوبرمان. كان النشر وقتها دار النشر دي سي كوميكس، ونجحت نجاح ساحق. إن المجتمع الأمريكي كان بيدور على بطل أو رمز بعد سنين من الأزمات الاقتصادية العنيفة والفقر وعدم سيادة القانون واضطهاد المرأة والسود. كان مجتمع منهك من مشاكل اقتصادية ومجتمعية. في اللحظة دي بيظهر سوبرمان. في العهد الأول سوبرمان ما كانش ليه عدو شرير زي دلوقتي، بل كان بيصلح المجتمع. فبيتدخل لإنقاذ ست ظلمها النظام القانوني الأمريكي، وضرب راجل كان بيضرب مراته، بيواجه سياسي فاسد، وبيهاجم عربية لعصابة من العصابات الأمريكية. أغلب المواجهات كانت بسيطة وعنيفة، ولكن كانت متماشية مع المزاج الشعبي الأمريكي وقتها، ولأنها كانت تلخيص للمشاكل اليومية اللي بيواجهها المجتمع الأمريكي. وكمان رسالة تطمين إن في النهاية الخير بيكسب والشر بيخسر. والأهم من ده كله طريقة للهروب من المشاكل والإحباطات الكبيرة واللي كانت سايدة في المجتمع الأمريكي وقتها. ومع نجاح سوبرمان بدأ الناشرين يعملوا مجلات كوميكس لأبطال خارقين قريبين من فكرة وستايل سوبرمان. دي سي عملت بعديها بسنة شخصية باتمان على نفس نهج سوبرمان، محارب الشر اللي في المجتمع، وإن كان بستايل مختلف. وطبعا نجح نجاح ساحق. على 1940 كان في 15 دار نشر وفوق ال 50 مجلة، وكلهم كانوا بيدوروا في فلك الأبطال الخارقين المحاربين للشر والظلم داخل المجتمع الأمريكي. ومع اشتعال الحرب في أوروبا في أواخر 1939 بيزيد الهوس الأمريكي لمجلات الكوميكس، برغم تفضيل الأغلبية في أمريكا بعدم الدخول في الحرب، إلا إن مجلات الكوميكس خلتهم يحاربوا وينتصروا هم في بيتهم. مثلا قبل دخول امريكا الحرب بسنه وسبع شهور تحديدا في 27 فبراير 1940 اتنشرت قصه لسوبرمان في صفحتين. في القصه راح سوبرمان المانيا وواجه الجيش النازي لوحده وهزمهم وقبض على هتلر، وطلع بعد كده جاب ستالين من الاتحاد السوفيتي ووداهم سويسرا مقر عزبة الأمم عشان يتحاكموا. القصة ساذجة، بس هي دعبت أحلام البطولة للأمريكان وهم في بيوتهم بدون أي خسائر. في الفترة دي بيقرر مارتن جودمان اللي كان أصلا ناشر لمجلات مختلفة إنه يدخل عالم النشر لمجلات الكوميكس، وبيلجأ لأشطر اتنين في المهنة في الزمن ده ويمكن في كل الأزمنة: جو سايمون واللي كان مؤلف، وجاك كيربي الرسام والمؤلف العبقري جدا. وجاك كيربي مكمل معانا كتير في الحكاية، فخلوه ببالكم. وبيعمل جودمان دار النشر تايملي كوميكس، وبيخلي جو سايمون رئيس التحرير، وبينشروا كام مجلة بشخصيات خارقة برضه
لاقت نجاح معقول، بس مش زي سوبرمان أو باتمان لدي سي كوميكس. لحد ديسمبر 1940 بيعمل سايمون وكيربي شخصية كابتن أمريكا، أول شخصية خارقة أمريكية بتحارب الظلم في العالم الخارجي، على عكس بقية الشخصيات التانية زي سوبرمان أو باتمان اللي كانوا مركزين على حرب الشر داخل أمريكا. اللهم إلا الصفحتين اللي حكيت لكم عنهم من شوية. وكان غلاف العدد الأول من مجلة كابتن أمريكا كوميكس، كابتن أمريكا هو بيضرب هتلر بالبوكس في وشه. وعلى قد عبقرية سايمون وجاك كيربي، إلا إن برضه كابتن أمريكا كان انعكاس للمزاج الشعبي الأمريكي، فكرة البحث عن الرمز الأمريكي القوي اللي بيحارب الشرور في العالم وبيهزمها. وبينجح كابتن امريكا نجاح فاق حتى سوبرمان او باتمان. بطل حكايتنا ستانلي بيدخل تايملي كوميكس في الفتره دي، بيدخلها كساعي بيملأ ازايز الحبر لجاك كيربي، وبيجيب اكل للرسامين، بيوصل او يجيب طلبات. ولكن في خلال سنه وهو عمره تقريبا 19 سنه بيبقى رئيس تحرير تايملي كوميكس. ازاي؟ خلونا نعرف الحكايه اللي جايه. ما تنسوش الفولو والشير والسيف عشان نجيلكم بقيه الحكايات. يومكم جميل مليان بالحاجات الحلوه.